السلام عليكم اخواني اخواتي متابعي قناة المجنون. اليوم راح نعمل تحليل لمباراة الاهلي والفتح، واللي كان فيها خسارة كبيرة للاهلي 5-1 بعد ما كان متفوق 1-0. صراحة الخسارة يتحملها بشكل كبير جدا، و90% منها يتحملها المدرب. ونفس الشيء لو ترجع للفيديو السابق اللي تحدثنا فيه عن الاهلي والطائي، واللي تحدثنا فيه عن اخطاء المدرب، قلت لكم ان المدرب مع افريقيا تلعب بشكل جميل وجيد راح يعاني، وبعدها بأسبوع كان هناك أو أقل حتى من أسبوع كان الشيء اللي تحدثنا عنه وحذرنا منه ظهر في مباراة الفتح. أول شيء مدرب يلعب من دون أفكار، مدرب يلعب من دون خطة، مدرب يلعب من دون تكتيك. دي واحدة، يعني هنا المدرب تقريبا ملوش أي لازمة. الشيء الثاني مدرب يلعب بطريقة خلينا نقول طريقة عنيدة جدا. تحدثنا على أن ضغط المنافس في منطقته في دوري مثل الدور السعودي فيه أو بالنسبة للأندية اللي مثل الفتح والطائي وأبها، للدفاع فيها يكون دفاع تقليدي ودفاع كلاسيكي، يشتت الكرات ويلعب بتكتل، تجد فيها 11 مدافع. راح يلعب لك إذا كان مدرب جيد ورائع راح يلعب لك على الكرات الطويلة والمرتدات. هذا الشيء اللي لعبه الفتح تقريبا. فأول شيء كانت كرة جميلة من رياض محرز إلى جابرييل فيغا، ترجمها إلى الهدف الأول، وكان الأهلي متقدم 1-0. بعدها شفنا الأهلي يضغط وكان خلق كثير من الفرص، وشفنا أن الفتح كان يلعب على شيء وهو المرتدات. كان يبقى حوالي 2 من اللاعبين ما يدافعوش ويبقوا خلف خط الوسط أو أحيانا حتى خلف خط الدفاع، للدفاع في الأهلي كان يلعب دفاع متقدم بشكل كبير وينتظر المرتدات. أي كرة خلينا نقول يكسرها الفتح يرسلها كرة طويلة إلى المهاجمين اللي ينتظرون الهجمات المرتدة. الشيء الثاني في الشوط الأول اللي كان يلعب عليه مدرب الفتح هو الجهة اليسرى، اللي كان مستغل فيها قلة خبرة الزبيدي وخوفه وعدم ثقته في نفسه، ليلعب على الجهة اليسرى اللي كان فيها كثير من المشاكل، حتى جاء ضربة الجزاء اللي أنا شخصيا لو كنت حكم ما أصفرهاش، لأن اللاعب الزبيدي ملمش اللاعب، واللاعب لما ارتقى حط رجله على جسم الزبيدي وسقط. يعني هذه في أوروبا كان ممكن يأخذ فيها كارت أصفر حتى. أنا عن نفسي والله أعلم خلينا نقول أنها ضربة جزاء أوكي. وبعدها بدأ الفتح يلعب بنفس الطريقة، يلعب على الكرات خلف المدافعين، على المرتدات، ويلعب على الجهة اليسرى. في الشوط الثاني كان المفروض أو حتى الشوط الأول كان هناك كثير من الفرص، ولكن ضيعها جابرييل فيغا خلينا نقول إلى حد ما. مبارته الأولى مش متفاهم مع اللاعبين أكثر، كان أناني شوي في بعض الكرات، كان ممكن أنه يمررها أوكي، كل هذا مفهوم. ولكن اللي مش مفهوم أنك تروح في الشوط الثاني تنزع جابرييل فيغا اللي كان يكسر الكرات في نص الملعب، رغم أنه كان يلعب كصانع ألعاب ويكسر الكرات في نص الملعب، اللي ما كانش يقوم بهذا الدور حتى المجحد اللي هو المفروض انه هو اللي كسر الكرات، وما كانش يكسر الكرات. اللي كان يكسر الكرات في الشوط الاول كان كيسي وكان جابرييل فيغا. المفروض انك تنزع المجحد وتدخل سميحان النابت مكان كاكا، وكاكا مكان جابرييل فيغا، وفيغا يرجع يلعب كمتوسط ميدان دفاعي او متوسط ميدان عادي، اللي مفروض انك تلعب 4-2-3-1. اوكي، ماذا يفعل المدرب؟ أول خطوة قام بها وخطوة جميلة جدا ورائعة، أنه شال الزبيدي وحط مكانه لاعب آخر. وخلينا نقول أن الأهلي يلعب من دون أظهرة. بارح إيلوسكي خلى فراغ كبير 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 جدا، لا من الناحية الدفاعية ولا من الناحية الهجومية. أيضا ما يعاب على سان ماكسيما أنه ما كانش يرجع يساند في الدفاع. لما نشوف الجهة اليمنى كان محرز يرجع يساند في الدفاع، على الأقل وجوده يعطي خلينا نقول إلى حد ما كثافة دفاعية. فالشوط الثاني كما قلنا حط الظهير لتحسن الجانب الأيسر شوي للأهلي أفضل من الزبيدي، وحتى من ناحية الهجوم كان يطلع ويقوم بعرضية جميلة وجيدة.
ولكن الغلطة اللي عملها كما قلنا هو تغيير غابرييل فيغا بسميحان النابت. كان المفروض أن مدحت هو اللي يخرج وغابرييل فيغا هو اللي يبقى، لأن غابرييل فيغا كان يقوم بعمل جميل جدا ورائع. الأهلي كما قلنا مش من الأفرقة أو المدرب مش من المدرب اللي يحاول أنه يخلق للاعبيه مساحات بأنه يجر اللاعبين أو حتى أنه يعطي للاعبين كرة ويطمعهم في الكرة ويلعب على المساحات. لا، يضغط اللاعب أو يضغط الخصم في منطقته. فتصادف أو كان أمام مدرب خلينا نقول محنك، مدرب في ويست هام، في فربخشة، في الدوري التركي، الإنجليزي، الفرنسي، الإيطالي، فعارف كرة القدم بشكل كبير وخبرة على مدرب الأهلي يسلم. فلعب على نقاط ضعف الأهلي اللي تحدثنا عنها في الفيديو السابق. لعب على الهجمات المرتدة، لعب على الجهة اليسرى اللي كانت صراحة جهة سيئة جدا، وكان يلعب أيضا على الجهة اليمنى لأن الأظهرة صراحة فيها كانت سيئة جدا، وكان يلعب على الكرات خلف المدافعين لأن الدفاع كان متقدم بشكل كبير. تخيل أن في بعض اللقطة ديميرال عندها الكرة كان المفروض أنه يعطيها المحرز، محرز كان في جو أنه يراوغ ويتقدم بالأمام ويرسل عرضية. ديميرال يحاول أنه يراوغ في أنت مش مهاجم ولا لاعب وسط أنك تراوغ، أنت تحضر الكرة في الوسط وتعاود خلينا نقول تمررها إلى أصدقائك المهاجمين أو لاعبين الوسط. فانخفت منها الكرة وراحت وجاء منها ليجا. فصراحة البارحة الدفاع أيضا يلام، تدخلاته كانت خشنة جدا، فقد التركيز. تحس أن البارحة الفتح كان يلعب ب 15 لاعب، يعني عامل بلوك تقريبا لاعبين أو 3 عاملين بلوك على رياض محرز، سان ماكسيما لاعبين أو 3 عاملين عليه بلوك. فيرمينيو صراحة البارحة فيرمينيو كان الحاضر الغائب، مبارتين فيرمينيو لا يتحرك بشكل جيد، لا يغتنم الفرص، لا يسجل بطريقة يسجل ولا لا يلعب ولا شيء، يدخل يعرق ويجري شوية في الملعب ويخرج. بارح كيسي أيضا كان إلى حد ما كان عليه مراقبة. فتكسير أو خلينا نقول تكسير أو عمل بلوك على مفاتيح لعب الأهلي عطل البارحة الأهلي خاصة في الشوط الثاني. فصراحة المفروض أن المدرب كان يلقى حلول في الشوط الثاني، يغير من تكتيكه، يغير من طريقة لعبه، ولكن يبدو أن مدرب الأهلي عنده طريقة واحدة يلعب بها، هي طريقة يلعب بها دائما، اللعب بشكل مباشر، ضغط الخصم في منطقة جزاءه، وخلينا نقول التجريب سواء من التسديد من بعيد أو العرضيات. يا أخي حتى لعب كرات أرضية ممكن أنها تمر. فصراحة إلى حد ما مدرب أنا حرفيا أو توقعاتي مش راح يعمر في الأهلي أكثر من 4 أو 5 شهور. والأهلي صراحة يستحق مدرب يكون بقدرات جميلة جدا ويكون محنك ويكون عنده خبرة كبيرة، لأن صراحة المدرب ما عندهش خبرة أكيد. فالبارحة أيضا التحكيم كان سيء جدا جدا. كان هناك تدخلات خشنة جدا 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 على لاعب الأهلي. ما كان المفروض أن هناك نشوف بطاقات ملونة صفراء أو ممكن حتى حمراء، ولكن ما شفناش. الحكم خلاها ساحة قتال مش ساحة كرة قدم. أظن أن كثير من الحكام في الجولة الأولى والجولة الثانية سعوديين شفتهم حكموا كان تحكيمهم جميل جدا ورائع. لا أدري لماذا تجيب أنت حكم برتغالي مش عارفين قرعة أبوه مين. فعلى الأقل حكام سعوديين عندك ثقة فيهم يعني، وتحكيمهم جميل جدا ورائع على حسب الجولة الأولى والجولة الثانية. تحكيم البارحة كان سيء جدا وكان مهزوز. والتمثيل لاعب الفتح والضغط لاعب الفتح على المدرب خلاه يتأثر في قراراته بهذا الضغط. فالبارحة صراحة من المباريات السيئة جدا، سواء كمستوى الأهلي كمستوى التحكيم كجو لعب كله في الدوري السعودي. بعد ما شاهدت مباراة الأهلي والاتحاد أو الهلال والاتحاد اللي حسيت أني أشاهد في مباراة ما شاهدهاش حتى في نهائي الشامبيونز ليج، بارحة شفنا مباراة أفسدها الحكم. لو كان حكم آخر وكان رضع بعض اللاعبين بالصفراء والحمراء ممكن ما كناش نشوفوا الأهلي يخسر، أو على الأقل ما يخسرش ب5-1. أيضا لو كان هناك مدرب محنك عارف كيف يلعب كرة قدم، عارف كيف يخلق حلول في
الأهلي كنا نشوف كثير لأن صراحة أنت عندك لاعبين جيدين جدا في الدفاع في الوسط وفي الهجوم، ولكن أنت خطك خلينا نقول مقيدة هؤلاء اللاعبين، مش مخليتهم يعطوك كل ما عندهم من مهارات ومن خبرات ومن فنيات. فأنت تقريبا جاي تكسر. أنا متأكد لو قال أو لو قلنا للاعبي الأهلي العبوا بارتجالية من دون أفكار المدرب ما كانوش راح يخسروا 5-1. فصراحة المدرب عليه أنه يصلح أموره أو أنه يترك الأهلي ويخليها إلى مدرب آخر ممكن أنه يقدم فيها أشياء جميلة، خاصة وأنها عندها كرو أو عندها طاقم من اللاعبين جميل جدا وراء. هذا اللي كان معنا خصوص مباراة الأهلي والفتح. نتمنى أن الأهلي يعوضها في باقي المباريات ويتعلم من أخطائه. أوكي، الخسارة أحيانا تكون جيدة إذا تعلمت من أخطائك وحاولت أنك تصلحها وحاولت أنك ما تكررهاش، ولكن إذا كل مباراة يقع في أخطاء مثل هذه ويتكلف أهداف وتسبب له خسارة، فأظن أن مش راح يعمر أكثر مع الأهلي. هذا اللي كان معنا بخصوص تحليل مباراة الأهلي والفتح. إذا عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس لإجابة تقديمات القناة. إلى الملتقى، سلام.